المغضوب عليهم هم اليهود، الضالون هم النصارى. كتقول هذا الشيء لوليدات ديال 6 سنين، واش هذه تربيه؟ نقول للمغاربه راه هاد الاعطاب اللي عندنا راه كانت عند الاخرين، ومني كانت عندهم كانوا متخلفين بحالنا بحالهم، ولكن تزولوها وهاش داروا. اذا راه خصنا نستافدوا من العبقريه ديالنا المغربيه اللي تراكمات عبر التاريخ، نستافدوا من الايجابيات ديال تاريخنا، ولكن السلبيات خصنا نضربوا عليها. ما كيبغيوش ديك السلبيات، هي فاش شادين، لان هي الغذاء ديالهم من الناحيه الايديولوجيه والسياسيه. هذيك السلبيات اللي خصنا نزولوا. مثلا ملي كنقول لهم العنف خصو يزول من النظام التربوي ويزول من المقررات الدراسيه، هذاك العنف هو الراس مال ديالهم، هو اللي الراس مال ديالهم. ملي كتهضر على القتل والذبح والغزوات وكراهيه اليهود، كراهيه النصارى، المغضوب عليهم هم اليهود، الضالون هم النصارى، كتقول هذا الشيء لوليدات ديال 6 سنين، واش هذه تربيه؟ والملك محمد السادس الخطاب ديالو 2016 انت كتهضر على اصلاح المنظومه الدينيه، ماشي غير المنظومه الدينيه، اصلاح عام ديال الدوله في سياستها. وكاين قطاعات كثيره ومن اهمها واولها النظام التربوي. وعاد في مجال اخر كندعو الى اصلاح ديني، اون ريفورم ريليجيوز. ملي كتقول الاصلاح الديني شنو كيفهموا الناس؟ كيتصحابوا واش غتصلح الدين. لا، الاصلاح يعني الديني هو اصلاح كيف نقرا وكيف نفكر في الدين، بمعنى شنو هي القواعد اللي كنعتمدوها باش نفهموا الدين ونفكروا فيه.